السلام عليكم، شلونكم حبايبي اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والف عافية. مثل ما شفتوا بداية المقطع النموذج عن الحركة النص المطلوبة الاسطورية، وانا متأكد راح يعجبكم او راح تعجبكم هذه الحركة وراح تستخدمونها على فيديوهاتكم وعلى صوركم. طبعا حبايبي عن طريق برنامج لايت موشن. ركزوا وياي، اول ما تفتح برنامج لايت موشن راح تطلع لك هذه واجهة البرنامج. راح تدوس على علامة الزائد وتختار حجم اللي يناسبك انت حسب الصورة الفيديو اللي عندك. انا اختار هذا الحجم وادوس على انشاء مشروع، وادوس على علامة الزائد وعلى الوسائط، واضيف الفيديو اللي اريد اضيف عليه حركة الناس. انا اختار هذا الفيديو. هسه راح ادوس على مكان فارغ وعلى علامة الزائد، او عفوا قبل لا نروح على علامة الزائد نسمع الفيديو على مود نعرف شنو اللي نكتبه. نسهر انا وانت صغار. هسه سمعنا راح ندوس على علامة الزائد وعلى الناس ونكتب الكلمة الاولى فقط، وراح ادوس على اللون والاضاءة وتختار لون الابيض، وعلى الحجم راح تخليه على 24. اما بالنسبة للخط اني اختار هذا الخط، راح اخليكم رابط الخطوط بالتعليق المثبت، وادوس على علامة الصح. وهذا الاخضر تركزوا وياي راح نصغره بهذا الشكل. بهذا الشكل حبايبي ركزوا وياي. هسه راح ندوس على التحريك والتحويل، ونغير مكانه نخليها بالنص هكذا، وندوس على الثالث ايقونة وراح نكبر الناس، وراح ادوس على ندوس على هذه ايقونة الرجوع، وندوس على لون والتابعة، ونختار ثاني ايقونة اللون الاسود راح نغيره الى لون الاحمر. شوفوا شلون طلعت. هسه راح نرجع لورا وندوس على التأثيرات واضافة تأثير، وننزل جوا على التعتيم والرؤية، وندوس على التلاشي الداخل والخارج اعدادات القياسية. هسه راح نسد هذا وندوس على اضافة تأثير الثانية، ونكتب بالبحث هنا فوق راح نكتب توهج اللي هو هذا الأول، وأول وحدة إعدادات القياسية. النصف القطر راح نخليه على 60. أما بالنسبة للألفا فراح نخليه على 40. أما للصلابة فراح نخليها على 25. واللون هذا اللون راح نغيره إلى اللون الأسود بهذا الشكل. هسه نرجع خطوة لورا ونرجع وندوس على مكان فارغ، وندوس على علامة الزائد وعلى النص، ونضيف النص الثاني اللي سمعناه، وندوس على اللون ونغير لونه إلى لون الأبيض، وندوس على الحجم الخط وراح نخليه على 28. أما بالنسبة للخطوط فراح تختار الخط اللي يعجبك. أنا اختار هذا الخط وراح أدوس على علامة الصح، وشوي نتقدم لقدام على مود نعرف وين نخليه. راح ندوس على التحريك والتحويل وعلى نغير مكانه بهذا الشكل، راح نخليه جوا، وندوس على ثالث أيقونة وراح نكبره. انا راح اخليها بهذا الشكل. وهسه راح ارجع خطوة لورا وادوس على لون والتعبئة، وندوس على ثاني ايقونة وعلى لون الاسود، وراح تختارون اللون اللي يعجبكم انتو حسب الناس او حسب ذوقكم. انا اختار اللون الاخضر بهذا الشكل. وهسه ارجع لورا وادوس على التحريك والتحويل، وراح اخلي بهذا المكان مفتاح، وبهذا المكان ايضا مفتاح. هذا المفتاح راح ادوس عليه ضغطة طويلة واسحبه لاخير المقطع، واروح للمفتاح اللي بالبداية، وراح احرك الناس الى ان يختفي او بهذا الشكل. وراح ادوس على الايقونة او على مفتاح ضغطة طويلة واسحبها لبداية المقطع، وتدوسون على الجرافا وتختارون ثاني جرافا من ثم ثاني جرافا. وهسه راح ندوس على مكان فارغ وندوس على المقطع الاول بهذا الشكل، وراح ندوس على تحرير الناس. وحبايبي اذا كان هذا مربع هيك كبير فانتو لازم تسحبون هذا الاخضر الى يمين الشاشة بقد الناس هكذا، راح تخلونه هكذا ودوس على علامة الصاع. وهسه يا حبيبي راح ندوس على التحريك والتحويل ونختار ثاني ايقونة. هنا حبيبي راح نخلي مفتاح، وبالنص ايضا مفتاح، وهنا ايضا راح تخلون مفتاح. هذا المفتاح اللي بالاخير راح نخليه على -180.
وتضغطون على المفتاح ضغطة طويلة، تسحبونه على أخير المقطع، وتروحون على مفتاح اللي بالبداية وراح تخلونه على موجب 180، وتدوسون عليه ضغطة طويلة وتسحبونه لبداية المقطع. وهسه راح تدوسون على جرافا وتختارون ثاني جرافا وأيضا ثاني جرافا، وراح هذا الأصفر راح تسحبونه بهذا الشكل. ركزوا وياي، وتروحون لهذا المكان وتدوسون على الجرافا ثم ثاني جرافا، راح تعيدون نفس العملية بهذا الشكل. ركزوا وياي. هسه كملنا من كل شي، راح ندوس على مكان فارغ. شوفوا النتيجة شلون طلعت. نسهر انا وانت سوا وخلي مثل ما شفتوا حبايبي. هسه شلون نكمل باقي النصوص؟ راح ندوس على هذه علامة عيون ضغطة طويلة مرتين، اللي هو راح نسويها مجموعة واحدة، وراح ندوس خلي نسمع وياكم الأغنية، نخلي النص على مستوى الأغنية. نسهر انا وانت سوا تقريبا بنفس المستوى. هسه شلون نكمل باقي النصوص؟ راح ندوس على المجموعة الأولى، وراح ندوس على هذه الأيقونة ونسخ الطبقة، وراح ندوس مرة ثانية عليه وطبقة اللصق. وهسه يا حبيبي راح ندوس، خلينا نسمع وياكم شنو يقول. وخليها ايد بايد. راح ندوس على المجموعة الأولى وعلى تحرير المجموعة، وندوس على أول خيار اللي هو ثم تحرير النص. هسه نمسح هذا ونكتب جملة ثانية، وندوس على علامة الصح، وندوس على ثاني مجموعة أو ثاني جملة ثم تحرير النص، ونكتب النص الثاني. راح نكبره شوية بهذا الشكل حتى يطلع حلو. بصراحة ندوس على مكان فارغ. شوفوا شلون طلعت. ندوس على مجموعة جديدة. خلينا نسمع وياكم. نسهر انا وانت سوا وخليها ايد بايدك. كل الجمل نفس الطريقة، مجرد تلصقه وتنسخه وتعدل عليه فقط داخل المجموعة. وهكذا راح تكمل على باقي الشرح. فأتمنى أن أعجبكم هذا المقطع، فلا تنسوني بالدعم واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم على المشاهدة.